هنقول دراويش على طول مهما العمر طول. هو مش لعيب، ده اب الروحي بتاعنا هنا. اسماعيلي اهو. انت جبت على الجرح والزمن الجميل والايام الحلوه. انا في الاسماعيليه النهارده لان الاسماعيلي تم 100 سنه. نادي الاسماعيلي يعني اول نادي مصري او افريقي يفوز بدوري ابطال افريقيا، ده غير التاريخ الكبير في البطوله، ده غير طبعا تاريخه في الدوري المصري اللي كسبانه 3 مرات، وده يعتبر ثالث نادي في الترتيب بعد الزمالك والاهلي. ايه احلى ذكرى ليك مع الاسماعيلي؟ ذكرى مع الاسماعيلي يوم ما اخذنا الدوري في 91 اخذنا الكاس في 97 واخذنا الكاس في 2000 واخذنا الدوري في 2002. الزئبقي بركات عملها الزئبقي بركات. بقول لحضراتكم من اول الماتش انت جبت على الجرح والزمن الجميل والايام الحلوه. احلى ذكريات للنادي الاسماعيلي طبعا من 90 ومن ايام محسن صالح. التاريخ ده كان تاريخ جامد قوي، كان عندنا لعيبه كبار ومشى حلوه ولعيبه يعني ليها قيمه كبيره. وانا افتكر الكاس اللي احنا خدناه من المقاولين العرب، انا كنت مع اللعيبه، يعني كنت مع اللعيبه جوه الفندق ونايم معاهم، وحاجه كويسه وحاجه جميله، وكسبنا المقاولين 4-0 وخدنا كاس مصر. الاسماعيلي يعني الدراويش، الاسماعيلي يعني برازيل مصر. نادي الاسماعيلي تم انشاؤه سنه 24 واتعمل لان ما كانش في اي نادي مصري في الاسماعيليه، وطبعا الانديه دي ما كانتش بتوافق على اللعيبه المصريين انها تشارك معاها، واهل المدينه جمعوا تبرعات عشان يعملوا النادي. انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي انا الفلي والحق. الاسماعيلي يعني محمد صلاح ابو جريشه، يعني حسني عبد الرب، يعني رضا اللي اتقال على الاسماعيلي في ساعتها فرقه رضا للفنون الرياضيه. مين اكتر لاعب حبيته في الاسماعيلي سواء عاصرته او ما عاصرتوش؟ بص، هو ما عاصرتوش. طبعا كابتن علي ابو جريشه فكت الكره المصريه. لو عاصرته منه ما عاصرتوش قوي بس ماشي، بس حمص. وطبعا كابتن حسني حبيب كل الاسماعيلاويه واللي في القلب. كده حسني عبد الرب يا باشا. هو مش لعيب، ده اب الروحي بتاعنا هنا. ده انت لو فتحت العروق هتلاقي حسني عبد الرب. في عندك في اجيال طلعت الاسماعيلي، بس طبعا احسن لاعب يعني معلش هو جه على مر التاريخ الاسماعيليه الكابتن رضا. كده بقى في شحته والعربي والكابتن علي ابو جريشه. الصديق العزيز ليا جدا عماد النحاس حتى الان وعمرو فهيم طبعا ده رقم 2. هو انا ما عاصرتوش، هو كابتن رضا. شفت ليه كذا فيديو، كان في مسرحيه من فتره كان رضا برضو كانت بتتكلم عنه، رحت شفتها وكانت حاجه كده حلوه كده قيمه. اسماعيلاوي يعني. طب ولو لاعب عاصرته؟ لاعب عاصرته طبعا حسني عبد الرب، حبيب الاسماعيلاوي كله، مش حبيب الملايين. مين الهداف التاريخي للاسماعيلي؟ محمد صلاح. ايوه صح، اتفضل. محمد صلاح ابو جريشه. ماشي يا عم ماشي. خد واحد. شكرا ليك. مين الهداف التاريخي للاسماعيلي؟ محمد صلاح ابو جريشه. ايوه صح. طب ولو قلت جاب كام جون هتاخد العلم؟ 85 او 86. لا غلط. عارف كام جون؟ مئويه. ايوه كام بقى؟ لو قلت رقم قريب 102 103 قريب. هي 125 بس. ماشي مبروك، شكرا ليك. بعد يوم كامل في الاسماعيليه قضيت تجربه مميزه اي واحد بيحب الكوره هيتمنى ياخدها. اول ما وصلت الاسماعيليه ونزلت من القطر قلت افطر حاجه كده قبل ما ابدا يومي، وبعدين قابلت الناس الجميله دي وسمعتهم هما بيتكلموا عن الاسماعيلي وقد ايه هما نفسهم الاسماعيلي يرجع زي زمان ويستمتعوا بالكوره بتاعت الاسماعيلي. فعلا ده كل اللي هم عايزينه، ولاحظت من كلامهم قد ايه الناس دي بتحب الاسماعيلي فعلا. الراجل الجميل ده حكى لنا من شويه انه راح مسرحيه اللاعب كان بيلعب في الاسماعيلي من الستينات كان اسمه رضا. انت متخيل الاجواء اللي المدينه فيها؟ مدينه كامله فيها 2 مليون واحد بيشجعوا نفس الحاجه، بيحبوا نفس الحاجه. لحسن حظي انا كنت هناك يوم ماتش الاسماعيلي والاتحاد. الكل صاحي من بدري، يا اما عشان يروح يطبع التذاكر عشان يروح الاستاد، يا اما عشان يروح يتفرج على القهوه مع صحابه. اجواء جميله، الكل لابس تيشيرت الاسماعيلي والكل بيشتري تيشيرت الاسماعيلي من قدام الاستاد. اجواء كل شخص بيحب الكوره في كل محافظه في مصر يستحقها. ماتش الكوره ده زي السينما كده، حاجه انت رايح عشان تستمتع تمتعك. الكوره زي السينما بالظبط، ممكن تجننك. لاعب تبقى بتشتمه في اول الماتش عشان ضيع لك كوره، وفي اخر الماتش تبقى بتغني اسمه عشان هو اللي كسبك برضه. كل واحد واخد ابنائه واللي واخد عيلته واللي رايح مع صاحبه، رايحين مجرد انبساط لمده ساعتين. وحتى لو الفريق ما كسبش هم بس مستنيين منه انه يلعب حلو ويتمزجوا بالفريق. كان نفسي التجربه دي تكمل باني اقدر اخش الاستاد واتفرج مع الناس دي من جوه، لكن طبعا قوانيننا بتمنع انك تحجز تذكره
ده ماتش مش لفريقك. اتمنى الاسماعيلي وكل الفرق الجماهيريه ترجع واحسن من الاول كمان. احنا من غير الانديه دي وجمهورها صفر. شكرا عشان كملت الفيديو للحظه دي. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. خلص الكلام. والله الاسماعيلي لو الناس يعني في مذيعين قالوا ان الاسماعيلي ينزل. والله لو الاسماعيلي ينزل ما يبقى في دوري، مش احنا اللي هنوقفه. لا مش هيبقى ليه طعم ولا روح. هنفضل طول عمرنا نشجع الاسماعيلي. حاجه جميله. احنا لما بنتفرج على الاسماعيلي بنبقى حاجه كده جميله كده، كوره كده سلسه، حاجه ما اعرفش. لكن احنا متربيين على حب الاسماعيلي. لازم نقف جنب النادي ونحتفل بالمئويه بتاعته ان شاء الله، وربنا يكرم ويوفق ويرجع النادي الاسماعيلي زي ايام زمان. اتمنى من لعيبه الاسماعيلي اللي موجودين في الجيل ده يبقى عندهم الروح. بس لو عندهم الروح هنكسب. الروح هنقول ايه؟ الدراويش هو حياتي، هنعيش لحد ما ماتي. هنقول دراويش على طول مهما العمر طول. بجد الله الشعب اسمع الأمر ده. بص اسمعها جميله.